شوفوا القطع يا سلام. مم. كلش طيبة. مرحبا على أحلى متابعين مطبخ شموسة، وهاليوم بمناسبة قرب العيد راح نسوي حلاوة الجبن. أول شي نسوي شيرة اعتيادية، كوب شكر، كوب مي، براس الخاشوقة لمندوزي، وخاشوقة ماء زهر، ونتركها تفور على الطباخ. عندي هنا مقادير الحلاوة: كوبين من السميد الناعم، كوبين من المي، وكوب من الشكر. وبنتي الحلوة حبت تساعدني وظلت تخوط وياي المكونات. نخلط المكونات إلى أن تتجانس كلش زين. هنا أنا عندي الجبن اللي راح استخدمه، هذه العبوة هي دبل، يعني هذه قياس جبنايتين من هذا النوع، راح أخلي 2 يعني 4. بالعجينة مالتنا اللي حطيناها على الطباخ حطيت خاشوقتين أكل ماء زهر، ونخلط. نبقى نخلط بيه إلى أن يدخل بهالشكل هذا. هسه راح نضيف الجبن اللي برشناه. طبعا لا تنسون هذا نوع الجبن موتزاريلا، برشته حتى يتجانس ويا العجينة. أهم شي العجينة تتجانس وتصير بهالشكل هذا بحيث أقدر أشيلها بالخاشوقة. شوفوا صارت عندي بداعة. هنا أنا عندي كيس مال خبز، إذا أي كيس عندكم تفتحوه وتحطون من الشيرة اللي سويناها مسبقا وبردناها. نخليها على هذا النايلون حتى ما يلزق بالعجينة، وراح نبدي نفتح العجينة بالشيبق بهالشكل هذا. بعد ما فتحنا العجينة راح نبدي نقص أطرافها ونسويها قطعة متساوية الأطراف حتى يعني تصير علينا سهلة نشتغل بيها. بعد ما قصينا الأطراف راح نبدي نحشيها القشطة. أنا للسهولة جبت قشطة جاهزة، بس طبعا احنا نقدر نسوي القشطة بالبيت. راح أحشيها بهالشكل هذا بالقشطة. بعد ما خليت القشطة راح أبدي ألفها بهالشكل هذا وأضغط عليها حتى تنسد عندي الرولة كلش زين، وراح أقطعها هسه بالسكينة بهالشكل هذا. شوفوا صارت عندي أول قطعة جاهزة وبداعة. هسه راح أبدي أقطعها مثل ما احنا نحب، مثل ما احنا نريد هالشكل هذا. وبعد ما راح نقطعها نبدي شوفوا قطعات الحلاوة بداعة. هسه خليناها بالصحن التقديم ونبدي نرش عليها من الشيرة اللي سويناها، وبعدين نرش عليها فستق مطحون. أنا هنا الفستق طحنته مجروش بهالشكل هذا ورشيت عليها. نقدر بعض القطع نخليها هالشكل بالشيرة وبعدين بالفستق تطلع بهالشكل بداعة، نزين بيها الطبق مالتنا. جربوها، أنا متأكدة رح كلش تعجبكم بداعة. وهذا شكلها صارت. راح نخلي لها اكسترا زيادة فستق وشوية ندللها بعد أكثر بالشيرة. حلاوة روعة. إذا حبيتوا الطريقة لا تنسون اللايك، تفعيل الجرس، والاشتراك بقناة مطبخ شموسة. حلاوة بداعة، طعم وشكل روعة. كلش طيبة، وسهمكم ألف عافية.